اليوم ماشي أي قصة. اليوم قصة واحد الشخص اللي غادي تخليك تعاود تفكر في بزاف حوايج. فاش كنت صغير اخوتي كنت ديما كنمشي عند واحد عمتي، ماشي كنمشي عندها حيتاش عزيزه عليا ولا حيتاش كندير صله الرحم، ولكن كانت عندها واحد البنت. هاد البنت هذه كانت قده ديالي وكانت عزيزه عليا بزاف. ديما كنمشي لعندها كنلعب معاها وكنجلس معاها وكندير معاها شي حوايج اللي صراحه اثروا على حياتي بزاف، ما اثروا حتى هي على حياتها. حتى لواحد النهار ركبت عليها وداكشي اللي درت معاها صراحه ما غاديش تصوروه ولا تخيلوه، صغار ولكن وقع اللي وقع. ايوا المهم السلام عليكم بعدا. أنا سميتي هشام، في عمري 38 سنة. جيت اليوم باش نحكي لكم القصة ديالي. هاد القصة غادي تجيكم غريبة بزاف، ولكن لحد الآن داز تقريبا شي 20 عام على هادشي ومازال كيأنبني الضمير ديالي على هاد الحادثة الغريبة. حنا خوتي ساكنين في واحد البادية في النواحي ديال طاطا الصحراوة، عايشين أنا مع العائلة ديالي، الوالد والوالدة ومع خوتي. وحدانا ساكنين هاد عمتي وولادها وبنياتها وراجلها، وحدانا عمي والعائله كلها، يعني تقريبا ساكنين في واحد الدوار في واحد البلاصه. هاد الدار هادي كانت كبيره بزاف وكنا مقسمين هذاك الشيء بيناتنا وداير بها واحد السور اللي كان كبير. ايوا المهم هذاك العقل ديال الصغر مولف كنمشي عند عمتي كنلعب مع واحد البنت عندها اللي كانت عزيزه عليا بزاف حيتاش كانت زوينه، وفي نفس الوقت كنت كنحلم بانني غادي شي نهار غنتزوج بها ونوصل ليها. المهم غاديين وكنكبروا تقريبا، دخلنا على 6 سنين. بقينا في واحد المدرسه تقريبا اللي كانت قريبه للدار، ما بعيداش بزاف. كنمشي انا وياها كنترافقوا بحكم انها كانت تقدى ديالي، وكنت اخوتي اي حاجه كنديرها الا وكنديرها انا وياها. حتى من المدرسه كنمشي انا وياها وكنجيو، بعض الخطرات كنمشي معاها للدار، بعض الخطرات كنجي لدارنا، وهكذا غاديه الامور. ومن السنه السادسه ديال العمر ديالنا وحنا كنترافقوا بحال هكا حتى وصلنا تقريبا 22 عام. كنكبروا والوالدين ديالنا ما حاسينش بداك الكبر اللي كنكبروه، لدرجه ان المعزه ديالها كبرات عندي بزاف. حتى مشيت عند با واحد النهار قلت ليه خطبها ليا راني باغي نتزوج بها، وكنت وصلت ديك الساعه تقريبا 13 سنه. الوالد ديالي قال لي ما يمكنش تزوج بنت عمتك وانت مازال ما درتي حتى شي حاجه، يعني مازال صغير، واخا راني بلغت ديك الساعه. ايوا المهم هاد بنت عمتي هادي حتى هي كتبان لينا في الشعور، يعني كتجي حتى هي عندها شي خطرات كتجلس معايا وكتعطيني انا الوقت اكثر من خوتي. حتى كبرات العلاقه ديالنا ولات علاقه صراحه ما يمكنش تصوروها ولا تخيلوها. اللي شافنا تيقول هادو راهم مكتابين بعضياتهم، يعني في المستقبل غيتزوج بها وغتزوج به، من كثرت هذيك المحبه اللي بيناتنا. ولكن الوالدين ديالنا ما كانوش حاسين بهذا الشيء وما كانوش عاطينو شي قيمه اللي كبيره. حتى وصلنا تقريبا هذيك 20 عام ولينا كنديروا شي حوايج اللي تخبيوهم على موانين دارنا. فاش اخوتي كانت كتخرج العائله كيخرجوا هما كيمشيو للفلاحه ولا كيمشيو لشي بلاصه شي عرس ولا شي مناسبه، كنبقى انا وياها. مره كنمشي عند هدير عمتي، مره كتجي لعندي. في الاول كنا كنجلسوا كنكتشفوا بعضياتنا، ايوا وليت كنسولها شي حوايج اللي من الخصوصيات، وحتى هي ولات كتسولني شي حوايج من الخصوصيات. ولكن عمرنا فكرنا باننا غنقربوا لبعضياتنا ولا نديروا شي حاجه في الحرام، بحكم انه حنا راه من العائله والفضيحه غتكون كبيره، خصوصا وان القبيله كيف كتعرفوا تتكون قبيله صغيره، واي حاجه وقعات الله يستر كتوقع موراها الفضيحه. ما كناش كنتخيلوا باننا غادي نطيحوا في هادشي اللي غادي تسمعوا. المهم استمرت العلاقه بحال هكا، كنمشي لعندها كتجي لعندي في الايام ديال الفراغ، وفي الدراسه مثلا الا مشينا للليسي كنمشيو انا وياها. والاكثر من هذا ومن غرائب الصدف ديما كنت كنجي انا وياها في نفس القسم، يعني من تقريبا من السادس ولا قبل كاع من السادس كنت كنجي انا وياها في نفس القسم وكنقراو تقريبا يعني في نفس الطاوله. حتى لواحد الليله اخوتي غادي توقع الكارثه. المهم هذيك الليله كانت في الصيف، ما كناش قارين، يعني كنا شادين عطله وكان سخون الحال بزاف. كيف كتعرفوا النواحي ديال الجنوب الشرقي كيكون الحال سخون في الصيف لدرجه انك بحال عايش في جهنم اخوتي. المهم في الصيف كيكثروا عندنا العراسات، يعني كيكونوا بزاف ديال العراسات عن الناس بحكم انه كيكونوا الناس مجموعين، واللي شاد شي عطله كيكون حاضر وموجود. في واحد القضيه عندنا في القبيله هي انه اي واحد دار شي عرس القبيله كامله كتمشي لعنده، كديروا الهدايا والفلوس وكيتجمعوا تيحتفلوا تقريبا 3 ايام ولا 4 ايام بهذاك الزواج ولا بهذيك المناسبه. تقريبا في شهر 8 وانا عندي تقريبا يلاه كملت 17 عام، انا وهي بنت عمتي. كان واحد العرس عنده واحد السيد من القبيله
مع عرس لبنته، عرض على الناس كاملين ومنهم العائله ديالنا اللي فيهم هاد عمتي هادي وعمامي كلهم والوالد والوالده وخوتي. المهم الناس وجدوا راسهم ولبسوا داكشي اللي عندهم وخادوا المسائل، وانا قلت لهم راني ما غاديش غيسيروا وغادي نتواصل مع هاد بنت عمتي، غنقول ليها ما تمشيش، راني محتاج نجلس معاك ونهضر معاك. هاد بنت عمتي هادي كان ديما كتسمع لهضرتي، يعني اي حاجه قلت كديرها. قالت لي صافي ماشي مشكل. قلت لها واش غادي تدوزي لعندي ولا غادي ندوز لعندك؟ قالت لي صافي انا غادي ندوز لعندك نجلس معاك ونستغل الفرصه ما حدهم خارجين لهاد العرس هذا. كيوا مشاو العائجه لهذاك العرس وخلاوني انا في الدار، وخلاو هاد بنت عمتي في الدار اللي هي ديال عمتي. المهم فاش مشاو حسينا بينهم صافي، يعني دخلوا في العرس وجالسين تما، عيطت ليها قلت لها خرجي راني كنتسناك على برا. بحكم انه كيكون ظلام في هاد المناطق، خرجات لي عضها شي كلب ولا شي حاجه، خرجت باش نجيبها ونحميها. المهم خرجت سنيتها حتى خرجت جات لي عندي وكانت مقاده السيده بحال غدا نيت لهداك العرس اللي مامي مشاتش ليه. جبتها دخلتها عندنا للدار، قلت انا وياها قلت لها توحشتك، وديك الهضره اللي تيقولوا الاحباء بيناتهم. قالت لي حتى انا توحشتك. المهم بقينا جالسين مجمعين تقريبا، وصلت شي 11:30 ديال الليل. ماني الدار عرفناهم ما غاديش يجيو لان العرس ما تيسالي حتى 5 الصباح، وهما تيبقاو تيعاونوا الناس تما وتيتعاونوا بيناتهم بحكم ان القبيله راكم عارفين. المهم حديت انا وياها راحتنا لواحد الدرجه ما تصوروهاش، ولكن هاد الليله هادي غادي نتجاوزوا فيها الحدود لواحد الدرجه غادي تسمعوها دروك. المهم وصلت هذيك 11:30 ديال الليل وهي تقترح عليا، وهنا نقول لكم بانه ما خلى رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما، وهذه حقيقه اخوتي. المهم قالت لي علاش ما نجربوا واحد القضيه. قلت لها ما هي بنت عمتي؟ قالت لي ياك هما مشاو للعرس وهذا وهذا وما بغاوش يزوجونا لبعضياتنا، وشحال وحنا كنطلبوا فيهم وهذا. قالت لي علاش ما نجربوا حنا هاد الليله ديال العرس؟ انا قلت لها شنو غادي نجربوا بنت عمتي؟ واش غادي ندير الدخله وحنا كاع ما مزوجينش؟ حرام وحشومه. قالت لي لا، غادي غير نحاولوا حتى حنا نمثلوا باننا مزوجين، بحال داكشي ديال الافلام اللي نشوفوا في التلفازه. في الاول اخوتي ما بغيتش نمشي معاها في هادشي، ولكن غلباتني على درجه انها صراحه غير بالعينين ديالها قدرت انها تحكم فيا وتخليني ندير هذاك الشيء اللي بغات. قالت لي سير غادي تشد شي لبسه زوينه عندك هنا في الدار، شوف خوك ولا الوالد ديالك الا عنده شي لبسه زوينه البسها. فعلا تسناتني، جلست هي في الصالون، مشيت انا دخلت البيت ديال با، بديت تنقلب حتى تحط على واحد الكوستيوم. هاد الكوستيوم هذا عزيز على با، الوالد ديالي كيلبسو غير المناسبات اللي زوينه ولا الا عنده شي عراضه بحال هكا، وكان خلاه لانه كان عنده واحد الكوستيوم اخر. شديت انا هذاك الكوستيوم اللي كان بيض وكان زوين بزاف، لبستو وجا في المقاس ديالي. بحكم انني وصلت 17 عام وليت يعني واقف مزيان الحمد لله. ايوا المهم لبستو، كديت راسي وانا نتريح، وكديت المشطه ديالي مزيان وانا نخرج لعندها. غير شافتني بدات كتضحك، قالت لي انت هو العريس ديالي؟ قالت لي اجي حدايا. مشيت حداها جلست، بدينا كنشدو في بعضياتنا. شدت لي في يدي قالت لي هكذا ان شاء الله غادي من بعد غادي نتزوجوا فعلا، وغادي تكون هو الراجل ديالي وانت هو العريس ديالي. قالت لي دابا غادي تلبسني الخاتم. قلت لها اش من خاتم غادي نلبسك انا؟ قالت لي غادي تمشي عاوتاني تدخل البيت ديال الام ديالك وغادي تشوفي الا كاين شي خاتم تما وغادي تجيبو وغادي تلبسوا لي غير على سبيل الاستعاره، حتى من بعد قالت لي ونردوه. فعلا انا مشيت درت ليها خطأها وتحكمات فيا لواحد الدرجه صراحه ما قدرتش مازال نقول ليها لا ولا نفرض ليها شي طلب. المهم مشيت دخلت البيت، قلبت لقيت واحد الخاتم ديال النقره وانا نجيبو. مشيت جلست حداها لبستها الخاتم، قالت لي دابا شوف الا كاين شي حليب في الثلاجه جيبو، وجيب 2 كيسان وجيب شويه ديال التمر. الا كان التمر اخوتي كان موجود في الدار عندنا، يعني حنا من الجنوب الشرقي التمر كنا غير كنوطاو عليه. شديت انا الثلاجه حليتها، هزيت شي حليب، خويت 2 كيسان كبار وجبت واحد شويه ديال التمر وحطيته في هذيك الطبله اللي جالس فيها انا وياها. جلست انا بجهه وهي بجهه وكنا مقابلين مع بعضياتنا وشادين في يدينا. قالت لي دابا هز هذاك الحليب وشربوا لي. فعلا هزيت داك الحليب شربتو ليها، عطيتها شويه ديال التمر، حتى هي دارت نفس الشيء، شربتني الحليب وعطاتني شويه ديال التمر وبدينا كنضحكوا. من بعد اخوتي قالت لي يلاه وقف، دابا تهزنا هذيك الطبله وخلينا واحد ليسباس في هذيك الصالون. قالت لي دابا غتشد التليفون وغادي تدخل الانترنت وغادي تطلق لينا شي موسيقى رومانسيه
فعلا انا درت داكشي اللي قالت ليا، شديت اليوتيوب، دخلت ليه، شعلت واحد الموسيقى رومانسيه، وبدينا انا وياها مشادين كنشطحو هي متكيه عليا بحال داكشي ديال الليالي ديال الانس. مهم بقينا كنشطحو وكنضحكوا فرحانين بعضياتنا وعشنا هذيك اللحظه. في الاخر اخوتي شنو وقع؟ بعد ما سالينا هاد الشطحه الرومانسيه قالت لي جلست سناني هنا في الصالون، هاني جايه. مشات السيده قاصده هذاك البيت اللي كيناس فيه الوالد والوالده، دخلات ليه. فاش دخلات بقات تما تقريبا شي 15 دقيقه وهي تعيط لي، قالت لي اجي. فاش دخلت كنلقى واحد الجو رومانسي، واحد الحاله اللي ما كيديرها الا الراجل مع المراه ديالو. لقيت الشمع شاعله تما وما عرفت انا منين جبت هذاك الشمع، وحاطه شي حويجات تما يعني ولابسه شي لباس اللي كان في شكل صراحه. قلت ليها شنو كديري يا بنت عمتي؟ قالت لي بغينا نجربوا ليله الدخله. قلت لي كيفاش غادي نجربوا ليله الدخله؟ قالت لي كيف سمعتي؟ قالت لي غنجربوها ولكن غير سطحيا، يعني ما غنديروش شي حاجه اللي خايبه ولا شي حاجه اللي غتوصلنا لشي حوايج خايبين واللي يطيحوا علينا العار. انا الصراحه ما كنتش فاهم حتى شي حاجه، انا كنت غير تنقول ليها واخا. قالت لي رد هذاك الباب سدو مزيان. قالت لي واجي لعندي. سديت انا الباب ومشيت لعندها. السيده لابسه واحد اللبسه رومانسيه، اللبسه ديال ليالي الدخله. ايوا المهم مشيت انا درت داكشي اللي قالت لي، واي حاجه كتقول لي ديرها كنديرها بلا ما نفكر. طحت معاها في هذاك الفراش وبدينا كنديروا شي حوايج اللي صراحه ندمت عليهم واحد الندم اللي شديد بزاف. الاخر اخوتي وقع اللي وقع، وبلا ما نشرح لكم التفاصيل ديال هذاك الشيء اللي وقع في هذاك الفراش. فاش دوزنا هذيك اللحظه هذيك حسات بواحد الندم وبدات كتندب. قالت لي شوف خرجتي مني الدم وهذا وقع لي وقع بيناتنا. قالت لي وانت اللي تسببتي في هذا الشيء، وراكم عارفين البنات فاش تيشوفوا راسهم دازوا صافي تتولي تتقلب على هذاك اللي دار في هذاك الشيء وكتبغي تحملوا المسؤوليه. قالت لي واخا راه هي اللي تسببات في هذاك الشيء، هاد بنت عمتي هي اللي جراتني لداك الشيء، وفي الاخر ندمات بزاف. قالت لي شنو غنديروا، كيفاش غادي نغطيو هاد العار هذا اللي وقع وهذا وانا قلت لك غير سطحيا وانتي درتي. انا بديت كنلوم راسي حتى انا قلت علاش طحت معاه في هذاك الشيء. في الاخر قلت لها شوفي ستري ما استر الله، هاد الشيء اللي وقع غادي يبقى بيناتنا حتى نزيدو نكبروا شويه وغادي نخدم ان شاء الله وراني غنتزوج بك. فعلا السيده جمعتها هذاك الشيء، مشات طرفت راسها وهي رجعت لدار عمتي. بقيت انا في الدار ولكن صراحه ما جانيش النعاس هذيك الليله، بقيت فايق حتى تقريبا وصلت هذيك 6 ديال الصباح. فاش جاو مالين الدار لقاوني باقي فايق، سولوني قالوا لي واش ما نعستيش؟ قلت لهم راني نعست ولكن فكت نصلي الفجر والله يسمح لي وانا درت مصيبه. ايوا المهم صباح الحال فطرنا، مشيت انا كنعاون الوالد ديالي في شي فلاحه قريبه للدار وما في راسهم ما يتعاود. هاد بنت عمتي هادي فاش وقع هادشي غبرات، ما بقاتش كتبان وما بقاتش كتخرج، لدرجه ان المالين الدار حسوا بها ما بقاتش كطلع لينا وما بقاتش كتجي عندنا كيف موالفه. سولوني قالوا لي علاش ما بقاتش كتجي تطلع عليك وكتطلع لينا؟ قلت لهم اودي ممكن راها غير عيانه والنفسيه ديالها مريضه بحكم انه كاين الصهد والجو كيتبدل. المهم ما داو ما جابوا. هاد بنت عمتي هادي من بعد هادشي اللي وقع مع بنت عمتي جاها واحد السيد كيخطب في بنتها اللي هي هادي البنت اللي كنبغي. فجا لعندها كان لاباس عليه وكان عايش على برا وهو ولد البلاد. قال لهم راني بغيت هاد البنت على سن الله ورسوله لولدي وهذا. والمهم عمتي ما بغاتش ترفض ومشات كتضغط على بنتها باش تزوجها لهاد السيد هذا بحكم انه غادي يعيشها مزيان. بنت عمتي كترفض رفضا كليا انها تزوج بحجه انها راها ما كتبغيش وبانها راها ما مستعداش مازال الزواج وباغا تكمل قرايتها وهذا. ولكن للاسف هاد عمتي هادي بغات تزوجها بزز وضغطت عليها لواحد الدرجه خلاتها مرضات نفسيا. من بعد اخوتي واحد شهرين تقريبا على هادشي اللي وقع غادي شنو كاين وها كاين، وحاولي ما امكن تفهميه وقولي ليه بانني راني ما مستعداش للزواج وما باغاش نتزوج بحكم انني راني باغا نقرا وهذا وحاولي تقنعيه باش يمشي في حاله بلا ما تدخلي كاع الام ديالك. فعلا مشات السيده كتهضر مع السيد قالت ليها ودي راني ما مستعداش للزواج وهذا وكتحج عليه باش غير يفسخ هذيك الخطوبه وما يطيحهاش في هذا الموقف هذا اللي صعيب بزاف. السيد ما بغاش، السيد قال لها انا درت معك الخطوبه وخسرت فيها الفلوس وهذا وإلا فسخت هذه الخطوبه هذه يعني شنو غادي يقولوا عليا الناس، وانا باغي نتزوج بك وراكي عجبتيني. يعني المهم ديك الهضره اللي تيقولوا بعض الرجال. في الاخر ما لقات معها حتى شي حل الا انها تكمل معه. مهم فاش قرب يدير العقد جات لي عندي بالتخبيه غير بيني وبينها، قالت لي راهي لو وقعت شي حاجه قالت لي راه غنحملك انت المسؤوليه الكامله وغنقول لهم راه انت اللي اغتصبتيني وانت اللي درتي لي وانت اللي فعلتي لي. قالت لي انا ما غاديش نطيح راسي في مصيبه على قبلك انت. صراحه انا فاش سمعتها كتهددني وليت خايف بزاف لدرجه انني وليت كنفكر انني نخوي الدار ونمشي نسكن في المدينه وما يعرفونيش فين مشيت.
فاش قرب اخوتي يديروا العقد يومين تقريبا قبل من العقد غيجي هذاك السيد هو والعائله ديالو. عيطت ليه، مشيت لعندو قلت ليه واش ممكن نهضر معاك على الانفراد، الله يجازيك بخير. قلت ليه ما ديرهاش مني، قلت الصواب، ولكن بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع كيخص هاد السيده هذه بنت عمتي. قال لي الله يسمعنا اخبار الخير. مشيت انا وياه لواحد البلاصه بعيده، جلست انا وياه، جلسنا في هذيك الخلا، جمعت انا وياه قلت ليه الا يجازيك بخير بغيت نصرحك بواحد الحاجه وما تفضحني واسترني واستر ما استر الله. ليه هادشي اللي وقع راه ما درنا فيه لا بيدينا لا رجلينا، ولكن راه الشيطان جرنا وغرنا ودرنا هذاك الشيء اللي درنا. قال لي ما هو؟ قلت لي شوف راه هذه بنت عمتي، الناس عارفين باننا انا وياها راه من صغرنا كنبغيو معدياتنا. وقلت ليه وانت دابا راه الا مشيتي حتى تزوجتي بها وخديتيها راه غادي دير في راسها شي حاجه، وحتى انا غندير في راسي شي حاجه. المهم حاولت نقنعه قبل ما نقول ليه داكشي اللي وقع بيناتنا. في الاخر ما بغاش، قال لي انا مستعد دابا وباغي نتزوج بها، وانت باقي صغير وما مستعدش للزواج وباقي ما خدام ما ردام وهذا وهذا. قال لي راه داكشي الزواج كله غير ارزاق. المهم ما بغاش. قلت لي دابا منين قلتي لي هاد الهضره وما بغيتيش، قلت ليه راني غنطرحك باللي كاين. قلت ليه ولي ليها ليها، وراه الا وقعت شي حاجه او لا سميتو انا بعدا راني ما غاديش نتحمل المسؤوليه. قال لي شنو واقع؟ قلت لي داك النهار فاش مشاو العائله ديالنا لهداك العرس ديال فلان، قلت ليها اودي ها وقع السيده راه جات لعندي وراه حنا وبنت عمتي راه مشينا لبيت النعاس، وعاودت ليه البلان وداكشي اللي وقع. قلت ليه وراه هي دابا راها مرا ماشي بنت. السيد في الاول بقى غير كيشوف فيا، قال لي واش غير كتكذب عليا حيتاش ما بغيتينيش نتزوج بها ولا شي حاجه؟ قلت ليه والله ما تنكذب عليك، وراه هذاك الشيء اللي وقع. قلت ليه مستعد نمشي معاك انا وياها، نمشيو عند شي طبيبه انها تدوز ليها وتحدد بانها راها مرا ماشي بنت. فعلا حددنا واحد النهار اللي كان نهار ديال السوق وما قلنا لمالي الدار حتى شي حاجه، ركبناها ومشينا قاصدين واحد الطبيبه اللي كانت في الفيلاج. دوزت ليها قالت ليها بنتي انت راكي دابا مرا ماشي بنت، وفعلا تاكد بانها راها السيده راها مرا. قلت ليه دابا اما غادي تستغنى وغادي تستغن الله ويدوز داكشي، وفي الاخر راني انا اللي غنزوج بها منين يكتب الله، ولا غادي تزوج بها وتصبر وتسترها. وقلت عندك خيار اخر انك يعني تمشي تفضحها وما تزوجش بها. قلت ليه انت اختار راسك كاسي. طلع ليه الدم فعلا وهي وزانه دانا للفيلاج. قال لي غادي نفكر وغادي نقول لك شنو كاين. المهم بقيت انا كنتسناو، صراحه كنت مخلوعه بزاف لدرجه انني جمعت حوايجي كلهم وخبيتهم، وكنستعد غير لديك اللحظه فاش غادي يفضحنا ونهرب انا في حالي. في الاخر عيط ليا قال لي شوف ولد الناس، قال لي انتم غلطتوا، هذاك الشيء اللي درتو ما كانش عليكم ديروه، وقع لي وقع، ولكن قال لي انا منين صالحتيني وقلتي شنو كاين انا غادي نسترك وغادي نسترها، ولكن قال لي بشرط، قال لي منين غادي تكبري ان شاء الله وغادي توصل للسن ديال تكون مستعد للزواج وتكون خدام، غادي تمشي تخطبها وتزوج بها وما تخليهاش يعني بهذا الشكل هذا وتخليها بهذا العيب هذا، وغادي تزوج بها وتكمل دينك. قلت له صافي انا كنواعدك. فعلا مشى عند باه هضر معاه وهضر مع العائله، قال لهم اودي انا راني مازال ما مستعد نتزوج وعندي بواحد المشكل وهذا ماني حتى هما ضغطوا عليه قالوا لي علاش وحنا غنفسخوا مع الناس الخطوبه وشنو غادي يقولوا علينا قبيله وهذا. قال لهم لا انا اللي كنتحمل المسؤوليه وانا باغي نفسخ مع هاد السيده هذه الخطوبه وما بغيتش مازال نتزوج. مهم من بعد واحد الضغط كبير في الاخر تفسخات هاد الخطوبه ووقع اللي وقع. مهم في الاخر فاش دازت تقريبا واحد المده لهاد الشيء كملت انا قرايتي وكملت هي قرايتها، وصلنا شدينا الاجازه، مشيت انا خدمت في واحد الوظيفه توظفت فيها في المدينه، وفعلا خطبتها عند عمتي. فاش خطبتها عند عمتي تزوجت بها وعشت معها الحمد لله. دابا تقريبا راني في عمري 38 عام، معها جوج ديال الوليدات الحمد لله، عايشين في المدينه، شارين واحد البارتما وعندي الدار ديالي، عندي الطوموبيل ديالي والمسائل. ولكن هذاك الشيء اللي وقع في الصغر ما بغاش يتنسالي، وندمت لي درنا بحكم انه كان داك العقل ديال الصغار وهذيك المراهقه اللي عشنا، وحتى والدينا تسبوا في هذا الشيء بحكم انهم يعني ما خلوناش نتزوجوا، ما زوجوناش حيتاش كنا كنبغيو بعضياتنا وهذا كانوا يديروا لينا خاطرنا ويتزوجونا، وعلى الاقل يعني غير يخطبونا لبعضياتنا، ولكن ما داروش داكشي، وحنا في الاخر طحنا في الحرام ودرنا داكشي اللي درنا وصلحناه في الاخر. ولولا هاد ولد الناس هذا اللي استرنا مسكين واللي وقف معنا كنا غنفضحوا واحد الفضيحه اللي كبيره بزاف. كنتمنى هاد القصه هذه تكون عبره للناس اللي تصنتوا ليها، وكنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها. وراه الحرام كيبقى حرام وخا يتطور وخا يوقع اللي يوقع. بنت عمتك
بنت عمك، بنت خالك كتبغيها ولا كتبغيك، خصك تمشي لعند عائلتها وتهضر معاها وتزوج بها. واذا كنتي صغير خصك تصبر ودير عقلك. والوالدين حتى هما خصهم ديما يخليو واحد الفارق بين العائلات، ما يدخلوش ولد العم مع بنت عمته ويقولوا راه غير ولد عمتها ولا بنت عمو، فراه ممكن الشيطان يدخل بيناتهم ويوقع اي حاجه توقع. الله يستر. توقعوها. وكنتمنى هاد القصه تكون عبره للاباء والاولياء ديال البنات وديال العائلات. إذا عجبتكم القصة ديال اليوم ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد من هشام ستوريز، قصص هشام. شاركوا الفيديو مع أصدقائكم وخليوا لنا رأيكم في التعليقات، وابقوا معنا للمزيد من القصص الواقعية المؤثرة والصادمة.